السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. طبعا انا بقالي فترة كبيرة جدا ما بعملش اي فيديوهات ولا بنزل حاجة خالص، وده عشان الظروف الصحية انا كنت فيها وحقيقي وما زلت فيها، بس والحمد لله على كل حال. اتمنى من اللي بيتابعني واللي يعرفني يدعي لي بالشفاء ان شاء الله. وحابة ان انا اقول للناس محدش يتكاسل عن المرض ويحاول يكشف وما يستناش على نفسه ويسيب المشكلة تزيد عنده، وبعد كده ما يقدرش يعالج المرض ده. طبعا انا كان بيظهر لي اعراض كتير، وكنت بتعب وكنت بتحمل الألم وباجي على نفسي كتير قوي علشان حاجات تانية. بس الصحة طبعا مفيش أحسن منها ومفيش أفضل منها، ولازم الواحد يراعي صحته كويس جدا قبل أي شيء. يعني بمجرد البني آدم ما يحس بشوية تعب في جسمه يروح يكشف على طول. أنا سبت المشكلة عندي تزيد، وكنت بكابر وباجي على نفسي وكنت في الألم، بس باجي على نفسي ومش عايزة ان انا يعني اكشف على نفسي، لان انا كشفت على نفسي كتير وعملت اشاعات كتير، بس للاسف الادويه ما عملتش معايا اي نتيجه. ومن كتر ما خدت ادويه وعملت كل حاجه، ما بقتش احب الادويه ولا احب اروح لدكاتره ولا اعالج نفسي، وسبت نفسي خالص. واتمنى من اللي بيسمعني او متابعني ما يعملش زيي وما يسيبش نفسه وما ييأس، لان فترة العلاج بتبقى كبيرة، وما نستسهلش المواضيع ونسقط على نفسنا. لازم نتابع نفسنا، واللي يحس بأي مشكلة في جسمه أو شوية تعب لازم يتحرك بسرعة ويروح يكشف ويتابع قبل المشكلة عنده ما تزيد. طبعا أنا سبت المشكلة زادت، بس أنا يعني خدت أدوية كتير وعملت إشاعات وتحاليل كتير وزهقت وما حبيتش ان انا اكمل، بس المشكله زادت عندي تزحزح في الفقرات وعندي عرق نسا بيخليني دلوقتي. كنت الاول بحس باعراض بسيطه جدا، بعد كده المشكله زادت عندي، ما بقتش ان انا قادره اقف دقيقتين على بعض او امشي في الشارع يعني خطوتين وعايزه اقعد في اي مكان، بدور على اي مكان علشان اقعد فيه من كتر الالم، من كتر ان انا مش قادره امشي ومش عارفه امشي. عارفين كده انتوا حته الكهرباء دي في الجسم، او حته يعني البني ادم ما يستحملهاش حته الكهرباء ديت، مع تنميل مع وجع والم شديد جدا البني ادم مش مستحملها. انا مش قادره استحمل الالم، مش لاقي علاج لحد دلوقتي ان هو يخفف عندي الالم دوت او يعالج الموضوع. طبعا الدكتور لما كان بيعالجني ما حبش يديني مسكنات، قال لي انا هتجنب المسكنات خالص وهمشي معاكي بالعلاج، لان طبعا المسكنات دي مش كويسه، بتسكن الالم في لحظتها وبعد كده خلاص الالم بيرجع وبيزيد اكتر من الاول. فطلب مني ان انا اقعد 3 شهور نايمه على ظهري ما اتحركش، حتى الصلاه بصليه وانا نايمه على ظهري، ما ينفعش ان انا اتحرك واقوم. طبعا انتوا عارفين مفيش ست مصرية تقدر تنام على ظهرها 3 شهور وتسيب بيتها او تسيب عيالها، ما ينفعش خالص، وخصوصا كمان لما يكون العبء عليك لوحدك، عندك ولاد في المدارس، عندك ولاد مثلا ما عندكيش حد يقضيكي، فهتعملي ايه؟ مضطرة ان انا اقوم. ما طولتش، يا دوبك هو اسبوع واقل من اسبوع كمان، وبدأت ان انا اقوم اتحرك واعمل شغل البيت، وما التزمتش باللي قال لي عليه الدكتور، وده طبعا غلط، وما احبش حد ان هو الدكتور يقول له على حاجة يعملها او يلتزم بيها وان هو يعني يأثر فيها. ما نأثرش في كلام الدكتور، لازم نمشي على كلامه. بدأت المشكلة عندي بعد ما كانت صغيرة بدأت تعلى وتزيد معايا، مبقتش قادرة خالص ان انا انزل اقضي طلباتي اتحرك اجيب حاجتي.
فده كان سبب غيابي ان انا انزل فيديوهات. وطبعا ريتش القناة وقع، ومتابعين كتير خرجت. فانا فانا بشتغل على القناة ديت بقالي 5 سنين على القناة. فطبعا ماشية كده واحدة واحدة على قدي، وربنا هو اللي بيكرم. بس اتمنى يعني من الناس اللي هي بتدخل، الناس اللي هي بتدخل لي، يعني يحاولوا يعملوا متابعة. اللي مش عامل متابعة يحاول يعمل متابعة، واللي عامل متابعة على راسي من فوق، علشان نفسي القناة تكبر شوية والمتابعين يزيدوا. لان انا 5 سنين وما حصلتش على اي حاجة خالص. وطبعا طبعا عارفين يعني ايه تعب 5 سنين. 5 سنين بعاني في القناة وتعبانة عليها، وبصرف من جيبي، ومفيش اي حاجة داخلة، لان طبعا المشاهدات قليلة والمتابعين برضو قليلين. ولو دخل 2 3 ابص الاقيهم يخرجوا، يعني بعد فترة يخرجوا. وكمان التعب اللي عندي مخليني مش عارفة اشتغل على القناة، فريتش القناة بيقع مني. فأتمنى ان انتوا تدعموني وتكبروا قناتي شوية، وتدعولي بالشفاء، وربنا يشفي كل مريض يا رب، ويشفينا جميعا. وادعولي بالشفاء كده ان ربنا يتم شفايا على خير. ولو في حد عنده حل ان عرق النسا ده يعني اقدر ان انا اعالجه يدويا، حد بيعالج يدويا، او يعني مش عايزة دكاترة، مش عايزة أدوية، خلاص أنا زهقت. وأدوية غالية جدا جدا وما بتعملش حاجة ولا بتفيد بحاجة، والألم هو والمرض هو والألم هو. أنا عايزة لو حد يعرف حد بيعالج علاج يدوي يا ريت يكتب لي في التعليقات، وجزاه الله كل خير. انتوا عارفين طبعا ألم عرق النسا عامل ازاي وأعراضه عاملة ازاي، فأنا مش قادرة أتحمل ولا أستحمل بصراحة. ربنا يجازيكم خير، وأتمنى إن انتوا محدش يسقط على نفسه، ومحدش يتهاون بالألم. لو شوية صداع لازم نجري ونشوف ونروح للدكتور ونشوف الصداع دوت ناتج عن ايه. ما نستهونش وناخد برشامة وخلاص ومسكن وخلاص، لان المسكن دوت اخرته يعني بيعمل حاجات وحشة برضو، مش كويس. وبعد فترة بيبقى فيه مناعة من المسكن ده. طبعا لازم نهتم بصحتنا كويس جدا. وزي ما بيقولوا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يعني انا قدامكم اهو عشان مريت بتعب وما اهتمتش في الاول، وبعد ما زاد عليا التعب حبيت ان انا اعالج نفسي. بس للاسف كانت العمليه يعني فلتت من ايدي. فاصبحت دلوقتي مش قادره اقضي طلباتي ولا طلبات بيتي ولا ولادي، ولا اعمل اي حاجه في حياتي، وزعلانه على نفسي، زعلانه على نفسي يعني. اللهم لا اعتراض على حكمه ربنا وقدرته، بس بعد البني ادم وبعد صحه البني ادم مفيش. ولا تقولوا لي بقى عيل، ولا حد هيخاف عليكي او هيأذيكي او هيقف جنبك. مفيش الكلام ده. هي صحتك قبل اي شيء. صحتك هي اللي هتخليكي تجري وتروحي وتيجي وتعملي كل شيء وتأذي نفسك. انا كنت بجري وبروح وبشتغل و... ويعني ممكن اطلع 10 ادوار كمان. يعني انا كنت بشتغل في وظيفة ما. يعني ما كنتش بستنى الاسانسير، لان طبعا ساعة الصبحية ديت بيبقى كل موظفين كتير جدا واقفة مستنية الاسانسير وبيطلعوا فيه. كنتش بستنى ان انا اركب. كنت بطلع ال10 ادوار على رجلي، لان انا كنت في الدور العاشر. كنت بطلع ال10 ادوار على رجلي، وفي اوقات كتير ممكن انزلهم برضو على رجلي. ايوه، هو النزول سهل بس الطلوع صعب. بس كان فيا صحة وكنت باجي على نفسي قوي وعلى صحتي قوي لحد ما اللي حصل. فأتمنى من الناس اللي هي بتأثر في صحتها ما تأثرش في صحتها، تخلي بالها من نفسها كويس قوي. لو حاجة صغيرة
نروح للطبيب. ما نستناش عليها، ما نستناش انها تكبر والعملية تفلت مننا. اتمنى انكم تدعوا لي بالشفاء في التعليقات. ولو حد منكم يعرف اي حد بيعالج يدوي ويكون كويس يا ريت يقول لي، لان انا التعب اللي فيا دوت مأثر فيا ومخليني خايفة ان انا ما اقدرش اقوم خالص ولا امشي ولا اقضي نفسي. حاجة صعبة وما تمنهاش لأي حد ولا عدو ولا حبيب. وأول مرة إن أنا أطلع أتكلم في حاجة زي دي، أو أطلب من حد إن هو لو عنده حل يقول لي عليه، أو إن أنا أتكلم على حالتي الصحية. لأن عمري طول ال5 سنين ما اتكلمت عن نفسي في أي حاجة مهما حصل. عمري ما اتكلمت عن نفسي في أي حاجة. بس التعب اللي فيا خلاني ان انا بطلب من اي حد او بسأل اي حد ان هو يلاقي لي حل. عايزة من اي حد حل، لان انا فعلا تعبانة. يعني الألم بياكل في جسمي، يعني حاجة صعبة محدش يتحملها، بمعنى اصح محدش يتحملها. وانا اسفة ان انا بصدر لكم طاقة سلبية، بس انا ما فيش في ايدي حل ولا في ايدي اي حاجة اعملها غير اني اشوف حد بيعرف حد بيعالج اي حاجة. مضطرة لكده، زي ما بيقولوا الغرقان بيتعلق في قشاية، وانا بتعلق في قشاية. اي حد يقول لي اي حد بيعالج اي حاجة، اي وصفة، اي حاجة غير ان انا اخد ادوية. الادوية ما عملتش معايا حاجة، بل بالعكس تعبتني كمان، تعبتني وما عملتش معايا اي حاجة خالص. فانا اللي ما بتمنى لاي حد عنده التعب ده ربنا يشفيه، لانه طبعا التعب ده صعب جدا جدا، ما تمنهوش لا العدو ولا الحبيب. وانا اسفة كمان مرة وسامحوني. والله انا كنت طالعة اعمل فيديو تاني خالص، لقيت نفسي بتكلم كده تلقائي، ما اعرفش ازاي وما اعرفش انا قلت الكلام ده ازاي، ومش محضره حاجه، وده كله طالع من قلبي. مش ما اعرفش انا، يعني كنت هعمل فيديو اتكلم عن خبر، لقيتني بتكلم كده تلقائي في الحاله بتاعتي من شده الالم والعذاب اللي انا فيه. بستنجد باي حد بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. وانا اسفه كمان مره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.